عباده، فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر التي أوصى الله تعالى بها عباده وأمر نبيه أن يقرأ عليهم وصيته بها سبحانه وتعالى، فقال لنبيه: قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا يا عباد الله أقبلوا أتل عليكم ما حرم ربكم عليكم. ثم ذكر في بداية هذه المحرمات ألا تشركوا به شيئا، وصاكم ربكم أن توحدوه ولا تشركوا به شيئا، وصاكم ألا تشركوا به شركا أكبر ولا شركا أصغر، ألا تشركوا به شيئا في ربوبيته وألا تشركوا به شيئا في أسمائه وصفاته وألا تشركوا به شيئا في عبادته. ووصاكم سبحانه وتعالى أن توحدوه ربا وتوحدوه في أسمائه وصفاته وتوحدوه معبودا. هذه الوصية الأولى، وهذه الوصية الأساس التي إذا انبنى عليها العمل وانبنى عليها العمل بالوصايا الأخر قام العمل وكانت له نتيجة بإذن الله وتقبله الله إن شاء من عامله. أما إذا لم يعمل بمقتضى هذه الوصية الأولى من هذه الوصايا التي هي الوصية بتوحيد الله تعالى وعدم الشرك به، فكل الأعمال منهارة ضائعة لا فائدة فيها، لأن شرط العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى أن يكون مبنيا على توحيد الله تعالى التوحيد الخالص. لذلك صدر هذه الوصايا من النهي عن الشرك به تعالى المستلزم لأمره بالتوحيد سبحانه وتعالى، توحيده سبحانه وتعالى. ثم إنه تعالى ثنى بالوصية بالوالدين، ثنى بالوصية بالإحسان إلى الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يا عباد الله عظيم، وكفاه عظما أن الله تعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، فقال في هذه الآية: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال في الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكفى تنويها وتعظيما لشأن الوالدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صح هذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الإحسان إلى الوالدين نهى سبحانه وتعالى نهي تحريم موصيا بالتجنب أن يقدم المرء على ولده الذي رزقه الله تعالى
ويقتله عدوانا وظلما. وهذا هو معنى قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من أجل خوف الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، كل من الوالد والولد قد كتب له رزقه قبل أن تنفخ فيه الروح، وهو مستكمل ذلك الرزق، لن يموت حتى يستكمل رزقه، لقوله صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالرزق مكتوب وواصل لمن كتب له، ولو كان تحت الأرض 70 واديا. لذلك قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهذا القتل المنهي عنه هنا يعني ما كانت الجاهلية تفعله فيما قبل الإسلام من وأد البنات. إذا كان لأحدهم أنثى ولدت له أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا الوأد الحسي الذي كان فيما قبل الإسلام وتتناوله الآية بالنهي نهي تحريم، ولكن هناك وأد معنوي ما زال موجودا في أوساط المجتمع المسلم للأسف، ألا وهو عدم الاهتمام بتربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة على الوجه الصحيح. فالذي لا يرفع رأسا بتربية أبنائه التربية الإسلامية فقد وأد أبناءه وأدا معنويا، وعليه ينجر هذا الوعيد وإليه يتوجه هذا النهي الذي هو على التحريم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوهم حسا كما كانت الجاهلية تفعل، ولا تقتلوهم قتلا معنويا بحيث لا تربونهم التربية الإسلامية الصحيحة. هذا بمعنى قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ثم ثلث أيضا في هذه الوصايا فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا المحرمات. الفواحش تشمل كل ما حرم الله تعالى من كبائر ومن صغائر. لا تقربوا ما يتعاطى منها في السر ولا ما يتعاطى منها في العلن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر رابعة الوصايا فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تسفكوا الدم المحرم سفكه إلا بالحق، والحق الذي يسفك به الدم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني من قد تزوج زواجا صحيحا ودخل دخولا صحيحا ثم بعد هذا زنى شهد عليه 4 أنه رأوه يزني والعياذ بالله، هذا يقام عليه الحد، يقيم ولي أمر المسلمين عليه الحد، والحد هو رجمه بالحجارة حتى يموت. الثاني من الذين يحل دمهم هو ذاك المرتد عياذا بالله الذي ارتد عن دين الإسلام وخرج من دائرة الإسلام، يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتله ولي أمر المسلمين ردة. النوع الثالث من الذين تستباح دماؤهم شرعا هو ذاك الذي أقدم على سفك دم محرم عليه سفكه ظلما وعدوانا، فمن قتل ظلما وعدوانا يقتل بمن قتله قصاصا. هؤلاء 3 يقتلون يستباح دمهم وهم من المسلمين، لكن لا يستباح دم المسلم فيما عدا هذه 3 أو ما هو عائد إلى هذه 3 مما هو معروف في محله. هذا في معنى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم ذكر الوصية الخامسة فقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا تقربوا مال اليتيم الذي جعلكم الله أولياء عليه إلا بالخصلة والفعلة التي هي أحسن، ألا وهي تنمية ماله وإصلاح ماله حتى يبلغ اليتيم أشده، حتى يبلغ الحلم رشيدا، فحينئذ ادفعوا إليه ماله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم ذكر الوصية السادسة فقال
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إذا كلتم فاعدلوا في الكيل ووفوا الكيل وإذا وزنتم فاعدلوا في الوزن ووفوا الوزن، ملاحظين أن عدم الوفاء في الكيل والوزن توعد الله تعالى عليه بالويل، حيث يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ويتناول هذا المعنى كل المحاولات الباطلة الفاسدة التي تقع من أحد ليحتال بها على مال امرئ مسلم بغير حق شرعي، فكل الحيل الفاسدة ترجع إلى معنى التطفيف، وترجع إلى معنى عدم الوفاء بالكيل والوزن، بمعنى أن الوعيد المتوجه على المطفف يتوجه على ذاك الذي يرتكب الحيل المحرمة ليتوصل بها إلى المال المعصوم بغير حق شرعي. ثم قال تعالى في الوصية السابعة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم قولا أو فعلتم فعلا فتحروا العدل ولو كان المقول عليه قريبا، فربما دعت القرابة إلى أن لا يعدل القائل عليه أو أن لا يعدل من يفعل فيه، فقرابته تمنعه من أن يعدل. لذلك قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. هذه الوصية عامة شاملة لكل الوصايا المتقدمة، فعلينا أن نفي بعهد الله مستشعرين بقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إن الله يعلم ما تفعلون. إن الله يعلم ما تفعلون. ثم ختم هذه الوصايا بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أنه خط خطا مستقيما هكذا، وخط خطوطا عن جنبتي ذلك الخط تتجه إلى غير اتجاهه، ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. والمشار إليه ما تضمنه هذا القرآن مما أمر الله تعالى به ومما نهى عنه، ذلك هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما حرم الله تعالى انتهاك حرماته سبحانه وتعالى، والحرمات جمع حرمة، والحرمة اسم لكل ما أمر الله تعالى أن يحترم. الحرمة اسم لكل ما أمر الله تعالى أن يحترم. وإن المساجد لمن حرمات الله، إن المساجد لمن حرمات الله، وكفى بحرمتها أن الله سبحانه وتعالى قال فيها:
إيذانا بوجوب احترامها وتنزيهها عما لا يليق بها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال فيها أيضا منددا بمن يعوق أو يشوش على أداء العبادة فيها: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هكذا جاء في كتاب الله تعالى حول احترام المساجد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد، وأن أبغض البقاع إلى الله تعالى الأسواق. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالدعاء على من سأل عن ضالته في المسجد، فأمر أن يقال له: إذا سأل عن الضالة في المسجد لا ردها الله عليك. وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالدعاء على من باع أو اشترى في المسجد، وأمر أن يقال له: لا أربح الله تجارتك. إذا تقرر لنا هذا وتبين لنا هذا من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا على وجوب احترام المسجد، فعلى أولئك الذين يخوضون يصولون ويجولون في ميدان ما يسمونه بالديمقراطية عليهم إذ يخوضون وإذ يصولون ويجولون في ميدان ما يسمى بالديمقراطية ويبررون بها ما يقولون وما يفعلون، عليهم أن يجنبوا المساجد نعرات الخصام ومناوشات الصدام. على أولئك الذين يصولون ويجولون في ميدان ما يسمونه بالديمقراطية ويبررون بها ما يقولون وما يفعلون أن يجنبوا هذه المساجد التي بنيت لما بنيت له، أن يجنبوها نعرات الخصام ومناوشات الصدام. فلا يجوز أن تجعل المساجد مجالا للكر والفر ولا مكانا لتفجير ما يفجر. لا يجوز، يحرم أن تجعل المساجد مجالا للكر والفر في ميدان الديمقراطية ومكانا لتفجير ما يفجر، لا يجوز ذلك. والشريعة الإسلام تحمل المسؤولية الجميع تحمله شريعة الإسلام المسؤولية حيال عدم احترام المسجد وعدم معاملة المسجد بما لا يليق به. تحمل الشريعة الإسلامية الجميع تلك المسؤولية ذلك، لأن الجميع من المسلمين، فلا بد لكل مسلم من أن يكون عاملا بمقتضى تعاليم الإسلام. فنحن جميعا مجتمع مسلم ولله الحمد، وعلينا أن نعرف للمساجد حقها. وإذ نخوض ونجول في ميدان الديمقراطية وما تمليه وما تبرره مما أنا لست إليه، على الجميع في ذلك المجال أن يجنب مساجد الله الكر والفر وتفجير ما يفجر. ليست المساجد محلا لذلك، المساجد يجب أن تنزه وأن تقدس، والمسؤولية تحملها شريعة الإسلام الجميع، لأن الجميع مسلم، الجميع كله ولله الحمد مسلمون. فعليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعظموا حرمات الله وأن يعظموا شعائر الله وأن يجنبوا المساجد نعرات الخصام ومناوشات الصدام. كما أنه مما يجب على الجميع أن يتقي الله تعالى وهو يحصل ويجول في ميدان تلك الديمقراطية، أن يتقوا الله تعالى بأن يعملوا جميعا فيما بينهم على ما يستتب به الأمن والاستقرار. عليهم أن يعملوا جميعا بما يستتب به الأمن والاستقرار عليهم فيما بينهم، وقد تواضعوا فيما بينهم من قيام النظام السائر، أن هناك معارضة وهناك نظام حاكم
وللمعارضة مجالها وللنظام مجاله، على الجميع وهو يعرف مجالاته أن يلاحظ أنه تحكم عليه شريعة الإسلام، وأن تعاليم الشريعة الإسلام بينة وهي مرنة لا تريد التضييق على أحد في جلب المصالح الدنيوية، لكن على الجميع أن يعلم أن لشريعة الإسلام حرمات يجب أن تحترم، ولها أوامر يجب أن تمتثل، ولها منهيات يجب أن تجتنب. فنحن تحكم علينا شريعة الإسلام وبلدنا مسلم 100%، فعلى الجميع أن يعقل هذا المعنى وأن يعمل بمقتضى هذا المعنى. ثم أيضا على جميع المسلمين أن يعلموا أن الله تعالى أوجب عليهم تجاه من كان مضطرا من إخوانهم المسلمين، أو مظلوما من إخوانهم المسلمين، أو مضطهدا من إخوانهم المسلمين، عليهم أن يشد ما نزل بأولئك المسلمين من اضطهاد ومن ظلم، عليهم أن يشد ذلك انتباههم، وأن يعملوا حسب ما في وسعهم على مساندة أولئك المظلومين وأولئك المضطهدين. فما يعيشه إخوتنا في سوريا وما يعيشونه في فلسطين مما يكاد يتفجر القلب من أجله، وخصوصا تلك المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في الموضع المعروف في سوريا بالحولة، تلك المزجرة التي شاهدنا فيها ما كاد تنشق قلوبنا منه، حيث شاهدنا عشرات الأطفال الصبيان الذين قد رفعت عنهم الأقلام، العجزة، النساء، يقتلون ظلما وعدوانا. هذا مما لا يمكن على المسلمين أن يسكت عليه. فعلى الجميع من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة أن يعمل بما في وسعه. عسى الله أن يفرج على أولئك المظلومين وأولئك المضطهدين. وأذكر رئيس دولتنا كما ذكرته سابقا أنه يتحمل أيضا وهو رئيس هذا البلد مسؤوليته تجاه أولئك حسب القنوات المتاحة له. فهناك ما يعرف بجامعة الدول العربية، وهذه البلد عضو في تلك الجامعة، وهناك منظمة المؤتمر الإسلامي. وما أنا بالساهي ولا بالغافل أن هذه المؤسسات قد قامت بما قامت به، لكن لا يبرر أنه لم يستجب لهم أو أنه لم يمتثل أمرهم أن يتخلوا ويتركوا هؤلاء الأطفال وهؤلاء العجزة وهؤلاء الصبيان يقتلون ويشردون. فأهيب بالجميع من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة أن يسعوا حسب وسعهم وحسب طاقتهم. عسى الله أن يفرج على إخواننا المسلمين في سوريا وعلى إخواننا المضطهدين المظلومين في فلسطين وفي غيرها من سائر البلدان. هذا أضعف الإيمان، لا بد على الأقل من أن نتذاكر هذا، ولا بد أن يشعر بأننا نتألم من أجل هذا. هذا ما يجب علينا جميعا أن نلاحظه، ويجب علينا إذ نقف وقفة من أجل ذلك من ما نزل بإخوتنا أن نكون فيما بيننا متحلين بالحكمة ومتحلين بالسكينة ومتحلين بالوقار. هذا واجبنا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهن كيد الكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم واجعل لكل مسلم مضطهد مظلوم فرجا ومخرجا. اللهم واجعل له فرجا ومخرجا. اللهم عجل بنصره. اللهم عجل بإخراجه مما هو فيه مما أنت أعلم به من التشريد والتقتيل والتضييق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أحق الحق بكلماتك. اللهم أحق الحق بكلماتك. اللهم أحق الحق بكلماتك. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم وارحم أمة محمد. اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم واجمع كلمتنا على الحق. اللهم واجمع كلمتنا على الحق. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا
ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.